تعالى نتنقل للشخص اللي بيليد السكواد او الشخص اللي هو ممكن يبقى سكرام ماستر، ممكن يبقى او دليفري، اي ممكن حاجه يبقى بقى. برودكت اونر، اوقات هو اللي بياخد الريسبونسابيلتي دي بالظبط. في اماكن كتير. بالظبط. ازاي ده يعرف ان اللي هو حاططها اصلا يعني قادره ان هي تطلع اتشيفمنت كويس في الشركه مع التيم ده؟ بص الحقيقه ده جزء من شطاره الشخص بقى اللي في البوزيشن ده. طيب انت اول حاجه قلتها حته مهمه جدا، انت قلت البروسيس ده للتيم ده، دي مهمه جدا بالظبط. عشان الناس دايما فاكره انه الشخص بتاع البروسيس ده هو بياخد بروسيس معاه كتاب، الكتاب ده هو بيتحرك بيه اسمه كتاب البروسيس، انا واخده من الشركه دي هروح اطبقه في الشركه دي بحذافيرها. خليني اقول لك ده اكبر فشل ممكن تشوفه في حياتك. واكتر حد ممكن يبقى فاشل في حياته اللي دايما شايف انه انا هشتغل بالكتاب ده، الكتاب ده هينفع في كل حاجه. على فكره انا اللي يعرفني في سوق مصر يعني عارف ان انا عندي اختلافات مع اغلب الناس اللي بتتكلم اجايل في مصر، اغلبهم مش اختلافات سيئه، اختلافات كويسه، لانه في جزء منهم كبير معتبر الاجايل ده كتاب، بيقول لك الاجايل ده كتاب في مانيفستو، في ليست لازم نعملها، لازم كل مكان نروح فيه لازم اعمل ستاند اب. لا هو مش لازم اعمل ستاند اب، هو مش لازم اعمل ستاند اب. هي الاجايل في الاساس هي مايند سيت، مايند سيت. الناس بتوع الاجايل اللي حطوا اجايل قالوا كده، ما قالوش ان هو سيستم لازم تمشي بحذافيره. ايه هي البروسيس بعيد بقى عن الاجايل؟ هو الاجايل فريم ورك من الفريم وركس اللي انت ممكن تستخدمها از بروسيس. طيب هل في حاجه تانية؟ ممكن اعمل اي حاجه تاني، ممكن اعمل كاستم ميد بروسيس في الشركه بتاعتي واسميها حماد عادي جدا واشتغل بيها. بس البروسيس دي محتاجه تعمل ايه؟ محتاجه تفت التيم، تيم داينامكس اللي موجوده جوه الشركه دي. فجزء مهم جدا في المعادله هو التيم. فانا اول حاجه انا محتاج اعرف التيم بتاعي، التيم بتاعي حجمه عامل ازاي، الليفلز اللي موجوده فيه عامله ازاي، بيطلعوا اوتبوت شكله عامل ازاي، الكواليتي بتاعت التايمنج والاستيميشنز بتاعتهم مظبوطه مش مظبوطه، في انهانسمنتس محتاجين نحطها ولا لا. اول حاجه خالص بتعملها انت بتبتدي تاخد فيدباك. فتبتدي عشان ده كده بقول جزء مهم جدا انه الجونيور يدي فيدباك والسينيور وكل الليفلز دي. فتبتدي تاخد فيدباك وتعمل وان اون وانز كتير. ليه؟ عشان تعرف البين فين، البين في السيستم او في المكان ده فين او في التيم ده فين. انا ليه بحكي القصه دي؟ عشان هاجي كمان شويه اقول لك هو ده هيفيدني في ايه بقى قدام. فبدات اسال كل الاسئله بتاعتي اللي تخليني ابتدي ابيلد لاير اوف البروسيس دي. ينفع اللاير اوف بروسيس ده بقى ممكن ما يبقاش فيه ستاند اب عادي خالص، ممكن ما يبقاش فيه ريتروسبكتيف عادي خالص، ممكن يبقى فيه حاجات تانية بتعوض ده. يس. فهو حسب التيم داينامكس نفسها، حسب البيزنس نيد نفسه انا ببتدي اديزاين. بص طيب خلصت ديزايننج للبروسيس دي، طب هو انا ماكسبكت ايه من التيم؟ انا ماكسبكت من التيم شويه حاجات. ماكسبكت من التيم ديليفري في وقت معين بتايم معين، ماكسبكت من التيم كواليتي معينه استلم بيها الشغل ده، ماكسبكت نقطه مهمه جدا الناس بتغفل عنها، تيم ساتسفاكشن. هو التيم ده مبسوط ولا لا؟ التيم ده مضغوط ولا لا؟ التيم ده هيكمل معايا لقدام ولا لا؟ طب التيم ده هيعرف يسكيل ولا لا؟ كل الحاجات دي بوينتس مهمه جدا. انا لازم يبقى عندي سواء بقى هنسميها الاوكي اوز او الكي بي ايز الكبيره او وات ايفر هنقسمها ازاي، لازم يبقى عندي الميتريكس اللي انا بقيس عليها شغلي. واحنا بنسميها انترنالي كده بنسميها الهيلث تشيك. الهيلث تشيك ده انا بقارنه مثلا كل شهر، كل كوارتر، حسب برضه الفلو بتاع الشغل عندنا طبعا في المكان اللي احنا فيه. فزي مثلا هقول انا كل شهر انا محتاج اتشيك اشوف احنا برسنتجز بتاعت الاوت بتاعتنا از برودكتيفيتي شكلها عامل ازاي، محتاج اشوف الكواليتي بتاعتنا شكلها عامل ازاي، هقيسها طبعا عن طريق بقى الديفكت ريت، الباجز اللي بتطلع، التفاصيل دي كلها. والنقطه الثالثه المهمه تيم ساتسفاكشن. التيم ساتسفاكشن هقيسه ازاي؟ هقيسه بسيرفيس، بوان اون وانس، بقعداتنا. هقعد مع حد دايما سيرفي بشكل معين، اساله شويه اسئله معينه ليها علاقه بالبروسيس، قد ايه انت مستريح مع البروسيس دي، قد ايه عندك كونفيدنت بيها، قد ايه بتطلع على الحاجه في وقتها، طب انت حياتك اللي بره شكلها عامل ازاي، اللي احنا الناس بتسميها بقى ورك لايف بالانس. هي مش ورك لايف بالانس قوي، اسمها ورك لايف انتجيشن مش بالانس، عشان البالانس دي كلمه خاطئه شويه، لانه ما فيش حد ناجح في حياته من الناس اللي وصلت في اي حته ما كان بيروح الشغل الساعه 9 ويرجع الساعه 2 الظهر ينام. ده مش موجود. الخناقه دي احنا لازم يعني هنحتاج نتخانق الخناقه دي دلوقتي. يلا يعني انت بس خليها في الاخر يعني عشان بس ما اقطعش الحق. فبس في عندك دايما الميتس او الميتريكس اللي انت بتقيس عليها، ولازم تبقى ميتريكس ثابته. ما ينفعش ابقى الشهر ده بميتريكس الشهر اللي بعديه بميتريكس ثانيه خالص. هي ميتريكس لازم تبقى واضحه ثابته عشان اقدر اقيس عليها. ولما اقيس لو في حاجه محتاجه امبروفمنت وتشينجنج للميتريكس دي، اوكي الميتريكس دي هغيرها، وبعد كده هعمل السيستم بتاعي، وكل فتره برضه كل سايكل او كل التايم اللي انا حاطه لنفسي ابتدي اقيس بعد كده